جميله واداء كويس. حط الارسال قوي حتى لو لمس الشبكه بتعدي. 4 النادي الاهلي 2 نادي الزمالك، دبل سكور اهو امام حضراتكم. جت في الشبكه وخدعت لاعبي الزمالك ونزلت في الحته الفاضيه في المنطقه الاماميه لنادي الزمالك. يلا يا رجاله نكمل. احمد صلاح على الارسال 4-2. يلا يا ابو حميد يلعب بذراعه الايسر، ارسال قوي فعلا. محمد رضا وقع حتى وهو بيستقبل، ودي محاوله مره ثانيه وحاطط الصد. محمد رضا ثاني مره اخرى لاعبي النادي الاهلي حاطط الصد. كان هياخدها معلش كان في يعني عبد الله واحمد صلاح الاثنين ميس كوميونيكيشن حصل ما بين عبد الله واحمد سعيد. بس سعيد كان على رجله وكان جاهز ياخدها عادي مفيش مشكله. نركز احنا لسه في بدايه الشوط، نقدر يعني نعوض. ارسال نادي الزمالك، ارسال مع نادي الزمالك. رضا هيكل على الارسال رقم 17 يلعب ارسال من اعلى. استقبال من النادي الاهلي، عبد الله بيرفع يا ولد يا صلاح. حلو ضربه ساحقه بالذراع الايسر من مركز 2 جت في ايد حائط الصد وتخرج، خبطها في البلوك في طرف البلوك عشان ترد بره الملعب. نقطه للنادي الاهلي والنقطه 5. الله اكبر. 3 الزمالك. بص خبطها في ايد الايد الخارجيه اللعبه عشان تخرج بره تبقى قريبه خارج على طول. يا صلاح خبرات واللعبه الحلوه حتى بتلاقي الناس تنفعل معاها. الارسال مع لوجي، استقبال رضا، اعداد هيكل يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا سعودي من عبد الرحمن سعودي كده فردي، وكان معاه طالع عبد الله، بس عبد الله كان بعيد عنه بخطوه ولكن قدر ان هو يرد الكره الملعب نادي الزمالك. اهو طالعين مع بعض الاثنين، وسعودي لعب الكره خلى لعيبه الزمالك ما عرفوش يتصرفوا في رد الفعل. يندر بيقول له ايوه ولا كره تعدي. يندر مش هيقول له ولا كره تعدي. 6 النادي الاهلي 3 الزمالك، دبل سكور. تايم اوت تايم اوت طبعا. احمد اكيد الكابتن احمد عاشور طلب وقت مستقطع وتايم اوت عشان يراجع حساباته ويراجع ويمتص حماس لاعبي النادي الاهلي. يمكن احنا فرقنا الفرق 3 نقاط ده في الشوط الاول في الاخر. في الاول ما فرقناش كده، فده برضو يعني جود ستارت في الشوط ده طبعا، واتصور ان شاء الله ده هيبقى ليه مردود كويس. ده اكيد من الارسال الكويس يا كابتن صحيح. هيثم، وحوط الصد وبرضو تغطيه واستقبال الكره الاولى دايما بيجيب لي نقطه مباشره. يلا لوجي على الارسال، استقبال من النادي الزمالك، اعداد ومحاوله من صح. لمست الارض، لمست الارض يا كابتن. لمست الارض، جت في الارض. ايوه الاستقبال ده انا يعني سبناها تلعب بس هي لمست الارض، والحكم تاكد من الحكم الثاني وصفر حسابها. بص اهي لمست الارض. لا هو في خطا يا كابتن في الاعداد، خطا في الاعداد. لا ما لمستش الارض فعلا. احنا لما الكاميرا قربت شفناها. لا في الاعداد بتاع اللاعب جت خطا، كره محموله. 7 النادي الاهلي 3 الزمالك، ولوجي على الارسال، ارسال قوي واستقبال مره ثانيه ومحاوله كده سريعه دخل جوه الملعب، عدى الملعب بالرغم انها كانت صعبه علينا. يعني هو لولا دخول الملعب عندنا كانت اللعبه هتبقى صعبه لان هي نزلت ورا الشبكه بالظبط. نقطه للنادي الاهلي 8 الاهلي 3. بص يا كابتن، بص هي عدت. هو هيعد وعبد الله واقف من عبد الله، لكن هو عدى من تحت ما قدرش يتوازن او ينزل بتوازن، لا نزل وعدى الشبكه من تحت. تعتبر نقطه للنادي الاهلي. يلا لويجي. ما زال على الارسال لوجي سيلفا توري المحترف الايطالي رقم 6، وفارق 5 نقاط للنادي الاهلي. في تغييرين للنادي الزمالك. رضا هيكل خارج، نزل 14 سيف حسن عابد، ونزل اقول لحضرتك هو بس الكاميرا مش جايه. نادي الزمالك كان شايف ان لازم تغييرات لان السكور فتح ل5 نقاط للنادي الاهلي. ولويجي على الارسال، ارسال من لويجي واستقبال واعداد، محاوله من رقم 13 اهو نادي الزمالك، ومحاوله من نادي الزمالك مره ثانيه. الكره سجال ما بين الفريقين. يلا سعيد ارض الملعب، واحمد سعيد طالع. يا ولد مركز 4 متخصص الضربات الصاعقه احمد سعيد. دلوقتي في ارتباك شويه في خطوط نادي الزمالك، محتاجين نستغل. 6 نقاط دلوقتي فارق، وفي ارتباك وغير تغييرين احمد عاشور. محتاجين نستغل ده ونفرق، نسهل النهارده 6 نقاط، نزود مفيش مشكله خالص، بنريح نفسنا. اكيد وهو لويجي معانا اهو على الارسال. سيلفر توري على الارسال، المحترف الايطالي رقم 6. ارساله بقى قوي، خد ثقه وبدا ما يهموش. يا مسهل يا رب.
برضه خارج الملعب قوه زياده. خلي بالك كابتن، هو لعب بتاع 5 ارسالات ورا بعض. ايوه انا بقول لحضرتك مفيش مشكله، خد ثقه زي ما حضرتك قلت، بس هو الارسال اتلعب قوي شويه. انا حاسس انه اتردد شويه، يلعبوا اقوى ولا قوي ولا ضعيف، طلع في الاخر بره الملعب. نادي الزمالك 4 لعبه الاهلي 9. الشوط الثاني مباراه القمه بين فريقين في قمه السوبر المصري الاول في تاريخ الكره الطايره بصاله هيئه قناه السويس، ونقطه للنادي الاهلي يا ولد من مركز 3 والنقطه ال10، ويتقدم النادي الاهلي 10-4. اهو طالع سعودي اهو ضارب سريع، عبد الله عمل له ارسال، عمل له اعداد، ولا احسن ولا اروع من كده يا كابتن. النقطه ال10 10 النادي الاهلي، الزمالك 4. سعودي على الارسال، عبد الرحمن سعودي بيلعب ارسال من اعلى وتيجي في الشبكه. معلش نقطه ال5 نادي الزمالك 5 الزمالك، الاهلي 4 الاهلي 10. ودبل سكور على الارسال محمد المهدي، نكسر الارسال ده يا شباب. محمد المهدي على الارسال، عبد الله وبيدي تعليماته للاعبي الفريق بصفته كابتن الفريق واقدامهم. ارسال من اعلى، استقبال عبد الله هناك، ضرب من احمد صلاح ومحاوله ولكن خطا كده، ونقطه لنادي الزمالك. مش مهم النقطه يا رجاله، نلعب احسن. ضربه ساحقه مره اهي امام حضراتكم في الاعاده، احمد صلاح ومحاوله لانقاذ الكره، محمد عادل ما لحقش الكره، والنقطه رقم 6. ارسال مع الزمالك، محمد المهدي بيجي في الشبكه، نكسر الارسال وارسال اتكسر، ونقطه للنادي الاهلي. النقطه 11 الاهلي 11 6 الزمالك. عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر على الارسال، عبد الله رقم 2 كابتن فريق النادي الاهلي. استقبال اعداد ومحاوله من النادي الزمالك وضربه ساحقه، والنقطه ال7. الفارق قل الى 4 نقاط، كنا 5 نقاط، ولكن لازم نركز ونغطي على الضارب وعلى حائط الصد وعلى نستقبل كويس. 14 سيف حسن عابد على الارسال من نادي الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال اعداد عبد الله هناك كده بيلعب دوله كده كره فنيه خلف الشبكه خارج الملعب، ولكن في تاتش بلوك من لاعبي النادي الاهلي، والنقطه الثامنه. الفارق وصل الى 3 نقاط. لازم نخلي بالنا من الارسالات. هو في الكره اللي فاتت دي فيها شك بسيط على تاتش بلوك، على ان المراقب اهو المراقب رفع الكره انها بره والحكم اداها تاتش بلوك. اهي في الاعاده مره ثانيه اهي امام حضراتكم، طالع احمد يوسف وحاطط الصد الاهلاوي اهو. حسبها لنادي الزمالك، واستقبال جارسيا، اعداد عبد الله عبد السلام، وكده بيلعب الكره احمد سعيد. استقبال من نادي الزمالك ومحاوله جارسيا ليبرو النادي الاهلي، وضربه ساحقه من محمد عادل دوله خارج الملعب، وتاتش ونقطه للنادي الاهلي، والتقدم للنادي الاهلي 12-8، فارق 4 نقاط. لازم نركز عشان نزود الفارق عشان نفوز بهذا الشوط. احمد سعيد على الارسال، مستني صافره الحكم الاول ناصر حمدي. احمد سعيد شفيق رقم 18 بيلعب ارسال قوي، استقبال ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 13. برافو كده زودنا الفارق ل5 نقاط، وارسال احمد ان شاء الله المره الجايه كمان يبقى هنزود الفارق، وهنحاول يبقى في احداث لارباك لدفاعات نادي الزمالك. احمد سعيد على الارسال مره ثانيه اهو، بيحفز نفسه بيشجع نفسه. احمد سعيد يلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى مع الوثب، ارسال قوي جدا، ومحاوله ثانيه من محمد عادل، والنقطه رقم 13. النقطه رقم 14 للنادي الاهلي، ضربه ساحقه قويه لا ترد من محمد عادل اهو امام حضراتكم في الاعاده اهو، طالع وضارب الكوره كده وبتيجي في ارض نادي الزمالك، ونقطه للنادي الاهلي. النقطه 14 ووصلنا ل6 نقاط مره ثانيه الفارق.
ما بين الاهلي لصالح الاهلي. احمد سعيد على الارسال، ارسال قوي خارج الملعب، خارج الملعب يا احمد، لازم نعدي الارسال حتى يا احمد، معلش تتعوض. 9 الزمالك 14 النادي الاهلي. الزمالك على الارسال، كابتن محمد مصلحي اكيد عايز يعمل تغييره او تعليمات الكابتن عبد الله عبد السلام، طبعا كابتن الفريق اهو لزمايله خارج الملعب، محدش احسن من حد. كوره هنا، ارسال ضايع هنا وارسال ضايع هنا، ونقطه للنادي الاهلي والتقدم للاهلي 15-9. رجعنا 6 نقاط تاني، عايزين نثبت على ال6 نقاط دول عشان نفوز بهذا الشوط، يبقى الشوط الثاني يبقى دفعه معنويه للشوط الثالث ان شاء الله ونفوز بالمباراه. محمد عادل على الارسال، استقبال نادي الزمالك، اعداد ومحاوله من لعبه وكره خطا من لاعبي نادي الزمالك، دبل سكور او لا دبل، يعني ايه، الكره في خطا زوجي على لاعب، والنقطه رقم 16، ويتقدم النادي الاهلي 16-9. وبيطلب احمد عاشور المدير الفني نادي الزمالك وقت مستقطع للفني الخاص بيه عشان طبعا يراجع اخطاء نادي الزمالك ويمتص حماس لاعبي النادي الاهلي، والفارق 7 نقاط لصالح النادي الاهلي. امام حضراتكم اهو ادي فريق النادي الاهلي، كابتن ميدو محمد مصلحي ومعاونيه تامر تايجر ومحمود جمعه والجهاز الفني بالكامل، تنسيق وتعاون للخروج بالفوز بهذا الكأس، وتضاف الى صندوق او الى دولاب نادي الاهلي في البطولات. محمد عادل على الارسال، ارسال من اعلى، محمد عادل دوله، استقبال الزمالك، اعداد خلفي ومحاوله من لعبه وحائط صد، ولكن التغطيه على حائط الصد يا جماعه من اللي طلع فيها احمد صلاح وطلع فيها عبد الرحمن سعودي، معلش المره دي تعدي ونحاول اهي ادي حائط الصد، كان يا اما كان عبد الله يقدم خطوه ويلعب او عادل محمد عادل دول. 10 نادي الزمالك 16 نادي الاهلي، فارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. 15 على الارسال من نادي الزمالك محمد مجدي، وبيجي في الشبكه ونقطه لنادي الاهلي، النقطه 17 ويتقدم الاهلي 17-10 والفارق 7 نقاط. احمد صلاح على الارسال، هيعمل تغيير الكابتن ميدو اهو، بيندى لحد من الاحتياط. احمد صلاح على الارسال، استقبال نادي الزمالك، اعداد هناك خلفي، ولكن حاط الصد من لوجي، وادي مره ثانيه بيلعب عبد الرحمن سعودي ضرب سريع من مركز 3 وبيجيب النقطه 18 ويتقدم النادي الاهلي. اهو احمد طالع عبد الرحمن سعودي وبتيجي في ملعب نادي الزمالك وتبقى نقطه للنادي الاهلي 18-10، 8 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. في تغيير انا قلت لحضراتكم، عبد الله عبد السلام اهو بيريح، ونزل اكيد حسام يوسف المعد الثاني للفريق، وادي تغيير برضه في نادي الزمالك. 13 نزل ومحمد لعبه خرج، اللي هو محمد عبد المنعم كابتن الفريق 13، وخرج محمد لعبه او محمد مصطفى كامل لعبه رقم 22. والارسال مع النادي الاهلي، محمد عادل دوله، احمد صلاح بيلعب ارسال قوي، استقبال، ودي محاوله مره ثانيه واعداد مره ثانيه من النادي الاهلي. جارسيا بيعد هناك لاحمد صلاح، يا ولد يا احمد يا صلاح، يجيب النقطه 19 ويزداد الفارق الى 9 نقاط، وبيروح للكابتن محمد مصالح ميدو وبيحضنه. يعني ده يعني ده تقدير من الكابتن مصلحي على الكره القويه والفنيه اللي اتلعبت بطريقه قويه وجاب بينها نقطه. اهو رايحين الاثنين بيحضنوا بعض، ده دليل على انه احمد صلاح كان اداؤه بلاء حسن في هذا الشوط، والشوط اللي فات طبعا من معظم النقاط من ضربات الارسال ومن الضربات الساحقه من بايد الكابتن احمد صلاح. احمد صلاح على الارسال رقم 4، يلعب ارسال من اعلى، احمد صلاح بيلعب بذراعه الايسر، ذراع قوي، النقطه ال20 يا جماعه، نقطه 20 برضه رايح تاني لكابتن محمد مصالح ميدو وبيحضنه، وده دليل ان هو بيلعب كرات
جيده وبيحصل على النقطه 20 اهو امام حضراتكم ورايح باص تشجيع قوي من مصلحي لاحمد صلاح. وطبعا ده يعني اذا كان بيدل على الحب بين المدير الفني واللعيبه. و20 النادي الاهلي 10 الزمالك دبل سكور، ولكن ولو النقطه دي نقطه للنادي الاهلي. نقطه 21 يا جماعه، نقطه 21 هي جت تقريبا في بجوار الخط الجانب، والنقطه 21 يعني 11 نقطه فارق. ده دليل ان احنا ركزنا ولعبنا ارسالات قويه ولعبنا يعني بضرب ساحق قوي ولعبنا اعداد قوي ولعبنا ضربات ساحقه واستغلينا كل الفرص المتاحه للنادي الاهلي. وادي احمد صلاح على الارسال رقم 4. 21 الاهلي 10 الزمالك 11 نقطه. يلا يا شباب، وارسال قوي برضو من النادي الاهلي. احمد صلاح بيوقع محمد رضا وهو بيدافع عن الملعب، ومحاوله كده ونقطه لنادي الزمالك وحائط صد كده خارج الملعب ونقطه 11 وفارق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. اهو ما لحقش جارسيا يعمل ديفنس او تغطيه او ريكفري على حائط الصد اللي طلع الثلاثي بتاع الاهلي. نقطه لنادي الزمالك. محاوله اهو، ادي ارسال استقبال من النادي الاهلي واعداد كده وبيضرب لوجهي وبيجيب نقطه فعلا. نقطه 22 يتقدم الاهلي 22. يلا يا شباب، الاهلي صائد البطولات وحاصد البطولات الافريقيه والعربيه والالقاب العالميه والقاريه، يعتبر متصدر الانديه على مستوى العالم في حصد البطولات في الكره الطايره. 63 بطوله ياخدها النادي الاهلي. ارسال، ادي استقبال من نادي الزمالك واعداد ومحاوله مره ثانيه من نادي الزمالك وخارج الملعب، والنقطه 23 للنادي الاهلي. 23 الاهلي 11 12 نقطه فارق. ده يعني النادي الاهلي يعني بيعمل كل حاجه في الملعب، وكل نقطه بتيجي كل كوره بياخد منها نقطه. لويجي على الارسال رقم 6 من النادي الاهلي المحترف الايطالي، لكن خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. معلش احنا احسن واحنا الافضل واحنا المتقدمين بفارق 11 نقطه. 12 الزمالك 23 الاهلي. اظن لو خدنا الشوط ان شاء الله ناخد الشوط ده ويبقى دفعه معنويه للشوط الثالث ونقطه كده تعازموا على بعض جارسيا ولويجي. ولكن معلش تتعوض. 23 13 10 نقاط فارق. محمد عبد المنعم على الارسال استقبال النادي الاهلي. لويجي وادي اعداد لحسام يوسف ومحاوله من النادي الاهلي والنقطه 24 الاهلي 13 الزمالك ونقطه، وينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي ومن مباراه القمه، ويقترب الاهلي خطوه من كاس السوبر الاولى في تاريخ الكره الطايره. عبد الرحمن سعودي رقم 5 على الارسال. عبد الرحمن يلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد ومحاوله مره ثانيه حائط صد والنقطه 25. حائط صد احمد سعيد. قلت لحضراتكم 25 13 لصالح النادي الاهلي. الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي في مباراه القمه في كاس السوبر المصريه اللي مقامه على صاله نادي هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. يعني نقول ايه بقى، لا اروع ولا احسن، وزي ما بيقول الكتاب طبقنا التعليمات صح من الكابتن محمد مصلحي، وشفنا الاحضان وشفنا اللعب وشفنا الاداء، وادي الاعاده امام حضراتكم في ما بين الشوطين الثاني والثالث، وراحه ما بين الشوطين الثاني والثالث، ونعود لحضراتكم مره ثانيه. معاكم في الشوط الثالث من مباراه القمه السوبر المصري وفي صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، والاهلي متقدم شوطين، الشوط الاول 25 20 والشوط الثاني 25 13، فرق 12 نقطه يا جماعه في الشوط الثاني. ده دليل تركيز، ده دليل لعب لاعبي النادي الاهلي، ده دليل ان لعيبه النادي الاهلي بتأدي اداء جميل جدا ولا اروع ولا احسن زي الكتاب ما بيقول. وشفنا احمد صلاح راح مرتين وحضن الكابتن مصطفى حميدو على تشجيعا على النقطتين ورا بعض.
وادي الكابتن ناصر حمدي في حوار كده مع لاعب النادي الاهلي محمد عادل دوله. واعتقد نفس التشكيل اللي بدا بيه المباراه في الشوط الاول والثاني هو نفس التشكيل في الشوط الثالث. على ايدك اليمين النادي الاهلي بزيه الاحمر احمد صلاح، عبد الله عبد السلام كابتن الفريق، محمد عادل دوله لوجي المحترف الايطالي رقم 6 سيلفر توري، وجارسيا 11 الليبرو الفريق، وعبد الرحمن سعودي اهو بيستقبل وهيخش مكان هيخرج ويخش مكانه جارسيا اللي هو الليبرو الفريق. نادي الزمالك على ايدك اليمين بزيه الابيض بقياده الكابتن احمد عاشور. نادي الزمالك طبعا يعني كل التوفيق للفريقين، وطبعا المباريات فيها فايز وفيها مغلوب. طبعا الاهلي الاحسن والافضل وكل شيء، والاهلي متقدم في الشوطين الاول والثاني. مباراه القمه في السوبر المصريه الاولى في تاريخ الكره الطايره، وهنبدا اهو بسم الله ما شاء الله باحمد سعيد. دايما احمد سعيد طبعا بيتحفنا بارسالاته بضرباته الساحقه بدفاعاته، ولاعب من طراز من الطراز الاول. وطبعا اكيد الجهاز الفني للمنتخبات بعد البطوله العربيه هينظر اليهم بنظره قويه. وادي ارسال ومحاوله من النادي الاهلي ونقطه. يلا يا جماعه مش مشكله، مش مهم النقطه دي. نخلي بالنا قلنا من الدفاع عن الملعب. والنقطه الاولى للزمالك على الارسال رقم 15 من الزمالك محمد مجدي، ارسال من اعلى. وادي الاستقبال نادي الاهلي جارسيا، الراجل ده يعني عمل كرات جميله في الاستقبال والدفاع عن الملعب. ومحاوله من نادي الزمالك تصليح الكره وتعديه الى الملعب النادي الاهلي، واحمد صلاح ومحاوله من احمد صلاح وهو في دفاع عن الملعب من نادي الزمالك. ومحاوله مره ثانيه عبد الله عبد السلام، واحمد سعيد بيجيب النقطه الاولى. احمد سعيد ضرب خلفي بيعد له كده سريع عبد الله عبد السلام وبيجيب النقطه الاولى ونقطه التعادل. 1 الاهلي 1 الزمالك. يلا يا رجاله اهو امام حضراتكم في الاعاده. بص طالع زي الصقر احمد سعيد، بسم الله ما شاء الله يا ابني. الارسال مع محمد عادل 1-1 الشوط الثالث مباراه القمه في السوبر المصريه. وادي محاوله مره ثانيه يا عبد الله يا اخويا، معلش يا عبد الله معلش. نقطه كده لنادي الزمالك، 2 الزمالك 1 الاهلي اهو امام حضراتكم في الاعاده. طيب محمد لعبه ضارب، ولكن عبد الله هو الراجل يعني جت على ايد واحده، لو جت على الايدين 2 بجر كان هيقدر يلعبها كويس. رضا هيكل على الارسال، ارسال قوي، استقبال احمد سعيد، اعداد عبد الله ولوجي كده بيضرب، وفي دربكه في صفوف نادي الزمالك. ومحاوله مره ثانيه دفاع عن الملعب من النادي الاهلي. عبد الله عبد السلام بيلعب خلفي لاحمد صلاح. مره ثانيه يا جماعه نخلي بالنا من الاستقبالات، نخلي بالنا من التغطيه على حائط الصد، وضربه من لوجي ولكن بيلعبها كده احمد اللقاني او اشرف اللقاني رقم 3 وبيجيب نقطه لنادي الزمالك ويتقدم الزمالك 3-1. يلا ما يهمناش نلعب اهو. طلع اشرف اللقاني لعبها بايده او بذراعه الايسر، ده ابن الكابتن محمد اللقاني مدير فني الزمالك السابق والمنتخب ومدير فني بتروجيت حاليا. رضا هيكل على الارسال رقم 17. يلا نكسر الارسال وناخد نقطه. يلا يا جارسيا اهو لوجي، وادي احمد صلاح ونقطه، ولكن في خطا على النادي الاهلي. كوره محموله حسبها الحكم اهي واحنا طالعين اهو اهي. خطا على نادي الاهلي دبل اعتقد من المعد عبد الله عبد السلام. 4 الزمالك 1 الاهلي. ورضا هيكل لا يا جماعه نخلي بالنا بقى من الارسالات، نكسر ارسال معلش يلا كده. الارسال مع نادي الزمالك ما زال مستمر، 5 الزمالك 1 الاهلي. رضا هيكل على الارسال، ارسال من اعلى وكسرنا الارسال والحمد لله، ونقطه للنادي الاهلي. 2 الاهلي 3 للزمالك. هو كسر الارسال وضيع الارسال جاي في الشبكه
وعلى الارسال احمد صلاح. يلا يا عالمي، العالمي احمد صلاح. واثنين الاهلي، 5 الزمالك. يلا يا ابو حميد، يلعب ارسال من اعلى يا مسهل. استقبال، اعداد هناك في مركز 4 وعقد صد من النادي الاهلي زوجي سعودي وعبد الله. مره ثانيه النادي الاهلي واعداد هناك في مركز 4. ويا ولد يا ولد، لوجي بيجيب نقطه، وفي النقطه الثالثه للنادي الاهلي اهو، طالع في مركز 4 وبيضرب في الحته الفاضيه وبيجيب نقطه. 3 الاهلي، 5 الزمالك. والارسال ما زال مع احمد صلاح. يلا يا عالمي احمد صلاح، عايزين احضانه بينك وبين الكابتن ميدو بقى. ارسال قوي، استقبال الزمالك مره ثانيه. ده لاعب خلفي اهو، لعب قدام رضا هيكل. محاوله من احمد صلاح، بيعد وبيلعب الكره كده للوجي سيلفا توري المحترف الايطالي. ومحاوله مره ثانيه من النادي الاهلي، جارسا بيعد. اوه نقطه جميله من عبد الله عبد السلام، ودبل كده او كره محموله من محمد لعبه، وبيبص للحكم بيشاور عليه. ونقطه للنادي الاهلي، ونقطه 4. بقينا فارق نقطه. الايسر، ارسال قوي بيجي في الشبكه. الدفاع عن الملعب من نادي الزمالك. محاوله النادي الاهلي، احمد صلاح تاني، اعداد ومره ثانيه، ودفاع عن الملعب من نادي الزمالك. بيعدي الكره بجر مره ثانيه، بيلعب خلفي عبد الله عبد السلام. ولكن معلش يا احمد، معلش يا احمد عشان ما ناخدش انذار ونضرب في الشبكه. نقطه لنادي الزمالك اهي، شفتوا حضراتكم اهي. احمد صلاح طالع كويس ولعب، بس حاطط الصد ما جاتش مظبوطه، وما كانش لها لازمه ضربه الشبكه. يعني الحكم كان ممكن يعني يدي انذار او يدي حاجه. الشبكه هتتعمل، عملوها طبعا. وتقدم نادي الزمالك 6-4 النادي الاهلي. لسه يا شباب. محمد لعبه على الارسال، لعبه خارج الملعب. هو المراقب كان متردد بس رفعها اوت، وهو خلاص هو شاور. الحكم قال بيقول لي نادي الزمالك انا شاورت، الكره بره خلاص، الكره بره. ورجع زي ما تقول، رجع وحط ايديه تاني. تردد المراقب ده اللي خلى اعتراض لاعبي نادي الزمالك. تقريبا حسبها لنادي الزمالك. هنشوف ايه القرار النهائي. الحكم الثاني رايح اهو، الحكم الاول دكتور محمد منير رايح للكابتن ناصر حمدي، وعبد الله عبد السلام طبعا كابتن الفريق من حقه يتكلم مع الحكم. حسبت للنادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي، 5 الاهلي، 6 الزمالك. والارسال مع النادي الاهلي. يلا يا رجاله، سيلفر توري على الارسال رقم 6 المحترف الايطالي. ارسال من اعلى، استقبال النادي الزمالك، اعداد هناك، ولعبه بيضرب سريع خلفي. لازم نخلي بالنا يا جماعه. سبعة الزمالك، 5 النادي الاهلي. الارسال مع محمد مهدي رقم 6 من الزمالك. خارج الملعب احسن، خارج الملعب. ونقطه للنادي الاهلي، النقطه السادسه، فارق نقطه واحده. يلا بقى نعوض وناخد ونتقدم ونفوز بهذا الشوط عشان نخلص المباراه وناخد كاس السوبر الاول في تاريخ النادي الاهلي. وحائط الصد كان حائط الصد زي ما بيقولوا عليه، يعني مش عايز اقول الكلمه، ولكن محاوله مره ثانيه من نادي الزمالك والتعادل 7-7. اعداد ومحاوله احمد سعيد مره ثانيه. يا ولد يا احمد، بسم الله ما شاء الله يا ابني، ربنا يحميك، تسلم ايدك يا ابو حميد. بقى بص اهو محمد بوزيل اهو عمال يقول له يلا نكرر تاني اهو. بس انا كنت عايز اروح لاحمد محمد بوزيل ويعدونه بقى اهو. بسم الله ما شاء الله يا ابني، ربنا يحميك، تسلم ايدك يا ابو حميد. على الارسال اهو عبد الرحمن سعودي. 8 الاهلي، تقدم للنادي الاهلي الاول في هذا اللقاء، في هذا الشوط. 8-7. محاوله مره ثانيه وخارج الملعب، تاتش بلوك، اعتقد انها تاتش. عبد الله عبد السلام بيبص للحكم الثاني، في كده نقاش، قرار اتاخد
ايده جت في القائم الحديدي اهو، طالع اهو اهو. نقطة لنادي الزمالك والتعادل 8-8. يلا نعوض مفيش مشاكل، احنا احسن واحنا الافضل. ارسال نادي الزمالك، اعداد الاهلي، عبد الله عبد السلام خلفي، احمد صلاح، يا ولد يا ولد، برافو، تسلم ايدك يا ابو حميد يا عالمي يا عالمي. النقطة التاسعة، ضربة كده ولا احسن ولا اروع من احمد صلاح اهو. بص اعداد خلفي، يعني هم حسوا ان هو هيعد لاحمد سعيد او محمد عادل سريع، لكن هو لعبها خلفي على طول لاحمد صلاح. عبد الله عبد السلام على الارسال، والتقدم للنادي الاهلي 9-8. ومحاولة كده ولكن نقطة التعادل نادي الزمالك. في اعتراض كده على الكرة اللي عدت دي اهي. يعني هو الحكم حسبها لنادي الزمالك 9-9. احمد يوسف على الارسال، بيلعب ارسال من اعلى استقبال، ده ارسال كويس. ومحاوله من محمد عادل دوله مره ثانيه لخارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. جت في حائط الصد الزملكاوي وخارج الملعب، ونقطه، وضحك عليهم احمد سعيد كده وما خدش الكوره، ونقطه للنادي الاهلي. 10 الاهلي 9 الزمالك اهي امام حضرتك. بص احمد سعيد طالع وضرب ورجع وايه، ما لمس الكوره الا بره الملعب، بره الملعب مش جوه الملعب برجليه. هو لمس الكوره برجليه بره الملعب مش جوه الملعب، جوه الملعب كانت تبقى حاجه ثانيه. احمد سعيد على الارسال، احمد سعيد بيلعب ارسال قوي من اعلى مع الوزن، استقبال اعداد الزمالك، ومحاوله من النادي الاهلي في الدفاع عن الملعب وخارج الملعب، والنقطه ال10. الصبر بيعلم ولادنا ازاي يحولوا كل تحدي للحظه ما تتنسيش. تانج، خلينا كل يوم نحضر للمستقبل. 11 الاهلي 9 للزمالك، فرقنا نقطتين اهو، بدانا نزيد الفارق. وقت مستقطع طلبه نادي الزمالك، كابتن احمد عاشور طبعا عايز يوقف الفارق ما بين الاهلي والزمالك، وعايز يمتص حماس لاعبي النادي الاهلي. وطبعا تعليمات ميدو، محمد مصالح ميدو للاعبي النادي الاهلي، وهو بيداعب محمد دوله، عادل دوله. وادي سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وجنبه الكابتن خالد العوضي، وجنبه المهندس ياسر ادريس المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره، ورئيس منطقه الاسماعيليه موجود. وادي الوقت المستقطع انتهى اللي خده الكابتن احمد عاشور، والارسال مع النادي الاهلي، والاهلي متقدم بفارق نقطتين. 11 الاهلي 9 لنادي الزمالك. احمد صلاح على الارسال، احمد سعيد ما زال على الارسال. احمد سعيد رقم 18، احمد سعيد على الارسال اهو، بيلعب ارسال قوي، استقبال زملكاوي، اعداد ومحاوله من حائط الصد الاهلاوي للدفاع عن الملعب مره ثانيه. عبد الله